والسلام عليكم عشران. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتكم هشام للترفيه. وشوفوا معايا هاد العجب، الفروج تا هو سيدي ولا عنده صباط. كيف سمعتي هاتا، شوف صباط اسيدي ومتول وزوين. شوف هو يركب لي سيدي في الصباط. شنا وشفنا يا سيدي، صبتنا تا بنادم، بقى لنا الدجاجه اللي كاينه تبغيو حنا نديرو لها الصباط. عيش نهار تسمع اخبار زمان العجائب هذا. يا سيدي وتلبيسه زوينه هادي. بالصحه والراحه، بالصحه والراحه سيدي، بالصحه والراحه. السلام عليكم. حنا خدامين على واحد القانون جديد ان شاء الله في 2025 غادي نطبقوه. الزواج ما غاديش يبقى عقد مدى الحياه، غيولي عامين قابل للتجديد. ايوا سمعتوا هذا الشيء يقول تا هو، قال لك اسيدي كيخدموا على الزواج من هنا ل 2050 يرجعوه بالكونطرا. يا سيدي كيف سمعتي، ندير معاه كونطرا عام ولا عامين، ولا ما بقاتش عجبتني ولا انا ما عجبتهاش نفسخ معاه سيدي العقد. كارين حنا دار شارين اللعاب ديال الكره. تعاود لي هذا الشيء هذا منين جيتي؟ اش بغا يدخل لينا؟ دخل لينا مع هذا الشيء هذا اللي حنا فيه. اخباركم انا على حسب كيفاش كتشد التليفون كتبان الشخصيه ديال واحد. المثال وانتم سمعتوا مومو تا واش كيقولوا؟ قال لك اسيدي الخبراء النفسانيين يعرفوا شخصيتك من خلال الشده ديالك للتليفون. يا سيدي سبحان الله. التليفون بيد وحده كتخدم بلو بوس، معناتها الثقه في النفس عندك مع لو ريسك، ولكن لو ريسك كونترولي، كتعرف تريسكي، كتعرف كيفاش تريسكي داكشي اللي كتبغيه كتوصل ليه، بمعنى انه النتائج اللي كتبغيها كتوصل لها في الحياه. ولكن في العلاقات العاطفيه اختي الا بان لك شي واحد جلستي معاه اول مره وبان لك شاد التليفون بيد وحده وخدام بلو بوس، عنده صعوبه انه ياخذ قرار في العلاقات العاطفيه. النوع الثاني اللي كاين اللي كيشد التليفون بيد وكيخدم بلو بوس ديال الاخر بحال هكذا. هذوك هما اللي عندهم الحكمه، الذكاء، العقلانيه والتفكير المنطقي، وداك الشيء من الصعب انك تقولب عليه. حاجه اخرى عاوتاني هو انه الا كنتي كتهز التليفون بيدين بجوج، التليفون بيدين بجوج وكتخدم بهم بحال هكذا، كتخدم بلو دو بوس بحال هكذا، المعنى ديالها على انه الشخص كيتاخذ قرارات سريعه، ولكن عنده التكيف مع جميع الظروف، كيعرف هذاك وعنده التصرف بفعاليه، افيكاسيتي كبيره. النوع الاخر اللي هو كيشد التليفون بيد وكيخدم بالاندكس، اللي كيخدم بالاندكس بحال هكذا، كيخدم بحال هكذا. هذا معناته انه حمل الهاتف بالابداع، القدره على ابتكار العديد من الافكار المميزه. العلاقه العاطفيه يتسم تيميد، عنده الخجل في العلاقات العاطفيه، ما كيقدرش يعترف. هادشي كامل كيعرفوها من خلال الشده ديالي للتليفون. يا سيدي وبغيت نسولك انا واحد السؤال، وانت شحال هادي قبل ما يكونوا هاد التليفونات هاد الخبراء النفسانيين كيفاش اسيدي كانوا يعرفوا الشخصيه ديال بنادم؟ قول لي هاد العجيب هذا منين جبتوه؟ وعيش نهار تسمع اخبار معكم. الو لا هادي مزيانه يعني تنفعك في البرد وتسخن مزيان وما تحش كاع في البرد. ايوا سيدي شي مره قويت هذاك العود وقويت داك الحطب ودرت داك الشيء بزاف ونسيت راسي ونعست. ايوا زيد مع الصباح اش نصبح مشوي ولا خاصو مع الملح والكمون وياكلوني؟ اش هاد الاختراعات ديال العجيبه؟ قول لي اش هاد الاختراعات؟